حبايبنا ابطالنا رجاله كورس الانقاذ، اجمل واحلى ناس في الدنيا. ايه الاخبار يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. واخيرا كتاب كورس الانقاذ لرجاله وابطال ثالثه ثانوي. الكتاب ده تفاصيله ايه؟ نطلبه منين؟ ايه اللي جواه؟ ايه محتواه؟ الدنيا دي كلها عايزين نعرفها يا باشا. عنينا كتاب كورس الانقاذ لرجاله ثالثه ثانوي. طب يلا بينا نشوف ايه محتوى الكتاب ده. مبدئيا انت معاك 3 اوبشنز، معاك 3 اختيارات، انت براحتك. اول حاجه انت بتطلب الكتاب ده معاك كتاب الامتحانات الشامله، بحيث ان احنا بعد ما احنا هنخلص كورس الانقاذ هنخش نفرم كورس الامتحان الشامله كله، اكتر من 30 امتحان شامل، لان لازم نحل شامل، لازم. وخصوصا الكتاب ده بالذات او الكورس ده بالذات هو حل امتحانات شامله من كل المصادر. عندك لونج مان، عندك ورك بوك، عندك منصه نجوى، عندك منصه حصص مصر، عندك امتحانات الثانويه العامه السابقه، عندك امتحانات من الكتب الخارجيه. يعني 6 مصادر وافكار كتيره جدا جدا موجوده في الكتاب ده. هنبدا فيه ان شاء الله بعد معسكر الانقاذ. طيب فانت ممكن تاخد ده لوحده، يعني الكتاب ده بتاع المعسكر لوحده، وممكن تاخد ده وده مع بعض، بدل ما ترجع تاني تطلب كتاب الامتحانات لوحده بشحن تاني، لا بتاخد الاثنين مع بعض. فده لوحده متاح وده لوحده متاح. وفي حل ثالث بقى خالص للناس اللي هي بيرفكشنست، الناس بتحب بقى انا لازم اجيبها بقى، بص افرمها، اللي هو ايه بقى؟ اللي بياخد ده مع الباكج الاول، اللي هو بياخد الكتاب ده بتاع كورس الانقاذ ومع الباكج الاول اللي هو فيه الكتاب اللي هو عصير الكتب، مليان كل الافكار بتاع الكتب الخارجيه والامتحانات السابقه. ده اول حاجه. عندك برده في الباكج الاولى كتاب الامتحانات، برده نفس الكتاب، عندك كتاب التركات، عندك كتاب السكيلز والتراكمي، عندك كتاب القصه، عندك قاموس بتاع الكلمات التراكميه، بحيث لو انت عندك مشكله في الكلمات هو يظبطها، تحفظ منها يظبطها. عندك امتحان البابل شيت اللي بيهيئك للامتحان. هو الباكج الاول مليان حاجات ما شاء الله. فانت معاك الثلاثه، انت حر اختار ما يرضيك. عندك ده لوحده، عندك ده مع الامتحانات، عندك ده مع الباكج الاول، فانت براحتك بقى. المهم ان احنا عاملين خصم لمده 3 ايام، فالحق الخصم عشان اكون عامل معاك الواجب كله. ايه محتوى الكتاب ده؟ بص يا معلم، مبدئيا كده انت معاك، يعني معاك الهديه بتاعتك ده كده اخدت اي اوبشن من الثلاثه انت معاك الهديه بتاعتك. طيب معاك النوت بوك بتاعتك ومعاك كمان الاستيكر بتاعك يا عم، التحفيز والدلع. انا كتابي ماشي ازاي؟ بص يا معلم، كتابي اولا عندي اهم الكلمات ده كده. الكتاب مقسم ان اهم الكلمات بتاع كل يونت منفرد لوحده، ان احنا قصدنا كده عشان نظبط كل يونت لوحده منفرد يبقى انا متمكن منه جدا. فانا عندي الكلمات بتاعتي بتاع كل يونت، وعندي الحل بتاعي. خد بالك بقى، الحل عباره عن ايه؟ عن جرامر، افكار جامده جدا، عن فوكاب، عن تراكمي، عن سكيلز، 4 حاجات. طب وشرح الجرامر؟ انا بقى بص، انا جيت فكرت بصراحه، قلت احط لك الشرح اول السنه. طب ما هو معاك كده اصلا في الكتاب الاول ومش هيفيدك دلوقتي خالص اطلاقا. قلت احط لك مثلا شرح بتاع مراجعه، ما بيفيدكش. انت اللي بيفيدك الشرح اللي انا بكتبه على البورد، هو ده اللي بيفيدك من الاخر يعني. فاحنا قررنا ان انا هسيب لك بعد كل 3 وحدات مكان انت تكتب فيه بايدك الجرامر اللي احنا بننزله، او احنا يا عم كده هننزله لك مكتوب بي دي اف. انت براحتك بقى، تطبعه بجنيه 2 جنيه انت حر، عايز تكتب براحتك، عايز تطبع براحتك، اللي يريحك. خلاص كده. فده محتوى كتاب معسكر الانقاذ بتاعنا. الحق اطلب الكتاب عشان يكون معاك مع البدايه، لان دي اخر فرصه ولازم تنتهزها. كتاب احنا موفرينه الحمد لله بكميات. الحق، لان ما شاء الله كالعاده الكتاب ده عليه طلب جامد جدا، والكورس الحمد لله عليه طلب، وانت شايف زمايلك بيسالوا عليه في كل حته ما شاء الله. اطلب كتابك، موجود دلوقتي على موقع بوك ماركت، هسيب لك اللينك تحت، استفيد بالعرض قبل ما يخلص. واخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشوفكم على خير، سلام.